يا مساء التركات، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد من قناه تركات فوتوشوب. النهارده الفيديو المنتظر اللي يعتبر سالت عليه في كل الديزاينات اللي بنزلها، سواء ديزاينات فليرز سواء ديزاينات الكوره سواء اي الحاجات دي كلها. كان بيتسال ازاي الريتاتش بيتعمل، او يعني البروسيس بتاعت الريتاتش دي عامله ازاي، او الطريقه دي ماشيه عامله ازاي. فالنهارده الفيديو ده انا جاي اشرح لك كل الطريقه اللي انا بعملها، او يعني ازاي الصوره تطلع بالجوده اللي انت شايفها دي، سواء جوده الاضاءه سواء جوده الشكل. هل اللعب على الكاميرا فلتر بس؟ طب هل المهم جوده الصوره الاساسيه؟ كل الأسئلة دي هنجاوب فيها في الفيديو ده. فإن شاء الله الفيديو ده ممكن يكون طويل سيكا، عشان زي ما أنت شُفت في الthumbnail إن هو ده الورشة بتاعة الretouch. فهاحاول يعني أدّيك كل النصايح وكل التريكات اللي تساعدك تطلّع شغل يعني جامد، ويكون الجودة بتاعته كويسة جدًا. طيب، إحنا عندنا هنا ديزاينات نشرح عليها، عندنا مثلًا ديزاين ده مثلًا، وده برضه، وديزاين كورة، تمام؟ فأنا دلوقتي هاورّيك الموضوع بمنتهى البساطة، من أول ما الديزاين ده أنا مش هاتكلم معاك إن إزاي يتعمل أو إزاي الكلام ده كله، أنا دلوقتي هاورّيك الصورة دي إزاي طالعة منوّرة كده، إحنا عايزين نعمل retouch. فدلوقتي أنا هاورّيك تتعمل إزاي، من بدايةً ما بتكون صورة عادية. طيب زي ما أنت شايف دلوقتي، دي الصورة الأصلية اللي مبعوتة لي، الصورة حجمها 7 ميجا يعتبر. الصورة إن الquality بتاعتها برضه مش بطّالة، يعني جامدة جدًا، أنت بس بتزوم لحد فين والجودة بتاعتها كويسة. دي برضه صورة معانا برضه جودتها برضه 6 ميجا الquality بتاعتها. بُص، السرعة بتكون، فدي يعتبر أهم نقطة لازم تكون مخلّي بالك منها، إن أنت الdesign اللي هتشتغل عليه إنه يكون أولًا أول أي بعيدًا عن أي حاجة. أنا باقول لك ممكن أقول لك برامج تعلّي الجودة، ممكن أقول لك خطوات في الcamera filter تعلّي الجودة، ممكن أقول لك تعمل sharpening، ممكن تعمل الsharpness، يعني الsharpening غير الsharpness ده من camera filter، ده من برّه effect عادي. ممكن أقول لك مليون طريقة، بس أهم نقطة فيهم وأهم حاجة لازم تكون مركّز عليها هي الجودة بتاعة الصورة الأصلية بس. يعني مثلًا مثال كمان، صورة زي دي برضه، أنا برضه يعني قصيت الخلفية وعملت لنفسي retouch ومش عارف إيه والكلام ده كله. الموضوع ما خدش مني وقت. الفكرة شايف الحجم بتاعتها عامل إزاي؟ يعتبر 15 ميجا، يعني متصورة بكاميرا برضه كويسة. فطالما إن الجودة بتاعة الصورة الأصلية متصورة كويس، فدي أنت كده دي أهم نقطة، ودي النقطة اللي بيتعمد عليها باقي اللي جاي، إن اللي جاي ما لوش أي لازمة من غير تكون أول نقطة موجودة. طيب، أنا هنا الموضوع بينقسم معايا في الشغل بتاعي عن طريق حاجتين. في كل الشغل ده بيتقسم لحاجتين، الretouch بتاعي أو يعني الcamera filter. أولًا الcamera filter على الcharacter ذات نفسه، وثانيًا الcamera filter على الflare كله. بمعنى أنا مشيت كده الcamera filter كانت معمولة على الflare كله، وselect الcharacter ده مثلًا، فافتح لك الcamera filter أوريك معمولة إزاي مثلًا. ماشي، هنا كل تركيزي على الtexture. يعني مثلًا ما لعبتش في الإضاءة، لو تاخد بالك أنا ما لعبتش في الlight أصلًا، ما جيتش جنبه. زوّدت الtexture شوية، والclarity واللي تحتيها والكلام ده كله. الsharpening برضه مش أوي، ما زوّدتهاش كتير، لإن برضه لمّا تزوّد sharpening بُص ما بيبقاش أحسن حاجة، ما بيبقاش شكلها حلو. يعني خلّيك كده في المتوسط. noise reduction دي اللي بتنعّم شوية، يعني كل حاجة حلو إنها تكون الوسط، ولا كتير أوي ولا قليل أوي. أنا برضه محتاج يكون في حِدة في الdesign عشان يطلع شكله كويس. بس، فدي أول نقطة، إن أنا عملت الretouch أو الcamera filter للcharacter ذات نفسه، تمام؟ بعيدًا بقى إن هنا في texture فوق خالص، هنا برضه في زي texture برضه إضاءة، إن هو يعني لو تاخد بالك من دي مديّة برضه للخلفية. كل ده ما لوش علاقة بالأول خالص، كل ده ما لوش علاقة غير بالصورة بس. طيب، بعد ما باخلّص ده كله، بعد ما باخلّص كل ده، باعمل camera filter تاني للفلاير كله. فدي اللي بتدّي بقى الإضاءة اللي بتكون، يعني هي تكون كده الصورة متضبّطة مرّة ومرّتين. تاخد بالك بُص عاملة إزاي؟ هنا بقى بنلعب شوية في الإضاءة، الtexture برضه بنلعب فيها شوية. الsharpening لازم noise reduction مش هاعملها تاني، لإن أنا عملتها أصلًا للcharacter. noise reduction دي للبشرة، فدي أهم حاجة للcharacter بس، مش للفريم كله. بس، فده كده يعتبر أول design. تاني design برضه نفس القصة، هتيجي تشوف ده مثلًا، ده برضه نفس الdesign ده، نفس الcharacter معمول له برضه شوية sharpening، ده بس اللي عملته sharpening، ما عملتش حاجة تانية. عملت sharpening عشان الجودة بتاعة الصورة كويسة، عملت لها sharpening. وبعد كده لمّا خلّصت عملت، هنا ممكن تكون ما ضبطتش معايا أوي، بس برضه يعني شكلها لذيذ، فكان المفروض أقلل الsharpening بتاع الcharacter شوية. أنا في نفس الفيديو برضه هاشرح لك، أو يعني كمان شوية هاشرح لك الdodge وburn والكلام ده كله، يعني ده كله في مجال الretouch عامةً. طيب، دي برضه نفس النظام، باعمل الأول camera filter للcharacter،
يعني مثلا هنا اعملها جوه سمارت اوبجكت، اعملها برضو كمان رو فلتر هنا ايه. تمام. وبعد كده لما بخلص بعمل كمان رو فلتر للديزاين كله. طيب ديزاينات الكوره، انا بس عايزك تركز معايا، يعني لو تعلي بس جوده الفيديو سيكا بس عشان تشوف الحته دي. بص مثلا عامل ازاي، ده من غير الكاميرا فلتر. الكاميرا فلتر هي بتعمل كده. ديزاينات الكوره عامه تقف على حاجتين: الاضاءه والجوده بس. طالما في كاميرا فلتر ففي جوده كويسه. هنا انا بتبعت لي سؤال على الديزاين ده انا فاكره، اللي ازاي عملت ريتاتش بتاع الكاركتر. الحلو ان انا ما عملتش ريتاتش اصلا. لو تاخد بالك هنا مفيش اي حاجه، هنا في اضاءه جنبه، يعني هي دي بس اللي مظبوطه. عمل اضاءه بس، لكن ما عملتش بقى حاجه على الوش. كل اللي عملته، مش كده انا اسف، كل اللي عملته كاميرا فلتر. وخد بالك الموضوع مش حاجه منهج بقول لك اعمل كذا فتعمل كذا. الموضوع كله في الاخر نظره. انت بتاخد بالك مثلا عايز تفتح شويه، عايز تغمقه، تلعب في ساتوريشن، في التكتشر، فاهم؟ كلها حاجات بتاعتك انت، مش حاجه تانية. بس فده يمكن الجزء بتاع الكاميرا فلتر، وان ازاي بجيب الكلام ده كله. وزي ما قلنا برضو في كل حاجه ان هنا جوده الصوره الى حد ما كويسه، يعني هي نص نص كويسه. مع الكاميرا فلتر مع التكتشر والكلام ده كله هتتظبط، وفي الاخر هتتظبط اكتر. طيب نيجي بقى لاهم جزء، او احلى جزء يعتبر بالنسبه لي خالص، والا وهو الجزء بتاع الدوج بيرن والكلام ده كله، كل الحاجات دي. فيعتبر التطبيق اللي انا عامله دلوقتي على صوره صلاح تعتبر البروسيس او العمليات اللي انا بعملها على الصوره عشان تطلع بالشكل اللي احنا بنشوفه ده دايما. طيب قبل اي حاجه هعمل الصوره سمارت اوبجكت، دي اول نقطه. تاني نقطه هعملها كاميرا فلتر عشان اظبطها في الاول، ده بعيدا عن الدوج بيرن. يعني الدوج بيرن ده حاجه، والكاميرا فلتر دي حاجه تانية. مثلا ممكن كان بقى حبه لعب مثلا كده، نغمقها شويه، هايلايت بيفتح سيكا مثلا، ماشي. طيب ده بس اللي عملته. عملت كاميرا فلتر. انا بس حابب ان انا افتح مساحه تاني عشان اوريك الفرق قبل وبعد. يعني بقى عندنا ايه الصورتين جنب بعضهم كده، شايفين الفرق بينهم؟ طيب اظن قبل ما انا اي حاجه، انا عايزك انت اللي تحكم مش انا. اظن شايف الفرق بين دي ودي. انا كل اللي عملته كاميرا فلتر بس، ما عملتش حاجه تانية. طيب احنا هنركز على دي، سميها رقم واحد. طيب اللوجي بيرن اتعملوا ازاي؟ اول حاجه هعمل كيرفس، يعني هعمل من هنا هختار كيرفس وهغمق شويه. ما اغمقش كده ولا كده، فاهم؟ انا عايز اغمق سيكا، ودوس كنترول اي. ليه؟ عشان يعكس لي الماسك. اتمنى لو انت سامع الدوشه اللي بره دي ما تركزش، عشان انا يعني فاهم ان انا مختار مفيش واحد اسهل من كده اسجل فيه، فما تركز مع الدوشه اللي بره. طيب وكيرفس تانية برضو فاتحه شويه، اعمل برضو كنترول اي. انا كده جهزت اتنين كيرفس، واحده غامقه وواحده فاتحه عشان الدوج والبيرن. وكمان ان انا عملت لهم كنترول اي عشان يكونوا الماسك كده لونه اسود. انا لما اجي ارسم هرسم بني حاجه اكيد بابيض عشان يبان على الاسود. هختار السوفت، الفرشه السوفت، والفلو ممكن اقلله شويه مثلا في رينج من بتاع 20 ل 30، مش اكتر من كده. طيب دي الفاتحه، ده الحاجات الفاتحه. فانا هصغر واشوف في صوره صلاح ايه الحاجات اللي انا ممكن تفتح، يعني همشي على الحاجات التانية كده عشان اديها شكل كويس. بس مثلا بص هنا مثلا كده على الوش كده، ده مثلا ماشي. اخش بقى على الاسود. موضوع بسيط ده على فكره، ممكن يكون موضوع بالتدقيق، ممكن ده تبص تغمش عشان تدي برضو شكل جميل. طيب لو انت شايف ان ممكن تكون واخد بالك ان الغمقان محروق شويه، او يعني البشره مش قد كده، انت بعد ما بتعمل بيكون عندك حتتين بتتحكم فيهم، في الماسك او في الكيرف ذات نفسه اللي هو بتقلل وتكبر فيه. انا همسك الماسك هنا
وفي الفلتر ده ممكن أقلله سيكة كده، مثلًا كده. وبرضه عملنا نفس الموضوع الفتح، حسيت برضه إن الحارة يعني محروقة شوية، ممكن ده الopacity، فاهم؟ يعني كل اللي أنت المفروض تعمله بيتضبّط. في حاجة تانية ممكن بسيطة خالص، هو أصلًا الصورة محروقة في الأول يعني مش محروقة مننا، هي الصورة كده، وتاخد بالك هي برضه موجودة هنا، فأنا كنت مفكّر دي مني، ماشي. في حاجة ممكن تبقى يعني لو أنت حابب تعمل شكل كويس أكتر، بتعمل spot healing دي، اللي هي بتشيل الحبوب اللي في وشه، بُص، تشيل دي كده، أظن ما فيش حاجة تانية كده خلاص، بس كده. لو تاخد بالك بين دي وبين دي، شوف الفرق عامل إزاي. فإن أنت تكون مركّز على جودة الصورة، تشتغل على الكاميرا فلتر كويس، تعمل dodge burn بسيط، على فكرة مش حاجة مش شرط تعمل في كل حاجة، يعني مثلًا هنا ما عملتش dodge burn، هنا مش عامل dodge burn، هنا الصورة دي زي ما هي مبعوتة لي كده، فإن أنت عايز تعملها ماشي مش هتخسّر، ممكن تبقى حاجة أحلى. عايز تدّي شوية إضاءة في الحواف، ممكن تعملها بliner shadow، ممكن تعمل إيه، بس الحاجات دي لها علاقة تانية بديزاينات الكورة، ممكن نشرحها design لوحده. بس، فملخصًا كده، يعني ممكن في آخر دقيقة والّا دقيقتين ألخّص لك الموضوع كله عامةً. الجودة بتاعة الصور دي بتكون أهم نقطة، الباقي بيترتب عليها. يعني أنا أهم نقطة عندي إن أنا أعمل الجودة كويسة، أكون جايب صورة جودتها كويسة، سواء للعيب الكورة، سواء للشخص هتشتغل على الصورة بتاعته. ثانيًا تعمل camera filter للشخص ذات نفسه، عشان يتضبط أو عشان يكون شكله كويس. في الآخر لمّا بتعمل camera filter للعيب ذات نفسه أو للفلاير كله أو للdesign كله، لمّا تعمل له merge وcamera filter للفلاير كله، بيتضبط وبيكون 100 فُل و10. فدي يعتبر أهم التريكات وأهم النصايح اللي أنا ممكن أقول لك عليها بس. فزي ما قُلت لك أنا ممكن أقول لك على مواقع مثلًا برنامج upscale مثلًا بيضبّط الجودة وكل حاجة، بس ده بينعّم وأنا مش عايز كل الحاجات ناعمة، أنا عايز حاجات تكون يعني فيها sharpening شوية، فأنت مهما عملت برضه sharpening مش هيكون واو قد ما أنت تكون جايب الصورة جودتها كويسة. فبس، أتمنى يكون الفيديو كده مفيد، أنا عارف إنه ممكن يكون طوّل سيكا بس يعني دي حاجة مفيدة ليك أكتر. آمم يعني أعتقد كده أنا لمّيت لك كل الأفكار أو كل الحاجات اللي في دماغي إن أنا ممكن أقدر أقدّمها لك. فبس كده، لو احتجت أي سؤال أنا جاهز أرُد عليك، سواء في البروفايل، سواء في الفيس، سواء في اليوتيوب، سواء في أي حاجة. وما تنساش تبعت الفيديو ده لأي حد من صحابك المهتم بمجال الجرافيك، ولو أنت مش مشترك اشترك والحاجات اللي هي الحلوة دي كلها. وبس، أشوفك الفيديو اللي جاي.